بعد ما بنركب خطوط الميه بنلحم الخط في بعضيه بكوع مربع في مربع زي كده. بنجيب لزق اللحام المواسير وبنحط على اول الماسوره كده، تمام. وبعد كده ندخل الكوع اللي هو المربع في مربع، طبعا هو ليه قلبه من عدل، احنا بنشوف عدل فين وبندخله، تمام. او دخل، بس هو محتاج عافيه شويه، وده كويس يعني عشان خاطر الميه ما تهربش من الكوع. كذلك الامر في بدايه الخط من هنا نفس الكلام، هياخد لزق كده، تمام. ياخد لزقه حوالين داير، وبرضه ايه نحاول بقدر الامكان نجيبه اهو. جاب معايا برضه، جاب بعد الضغط برضه. وبرضه باكد الشغل بالحام زي كده حوالين داير عشان امنع تسريب الميه. برضه نفس الكلام هنا، الكوع بتعوض الخط. طبعا احنا ده الخط عاملينه احنا على حنفيتين، حنفيه تدي الخط اليمين علشان مفيش منظم يركب هنا، وعشان ما نضعفش الميه، فالميه هتنزل فوق الخط من هنا تدي الخط ده تدي لده، وهناك وفي الاخر خالص هناك طبه. كذلك الامر هنا. طبعا احنا الكيعان اهو بنركبها. طبعا انا هنا ركبت الكوع ولحمته، وده ركبته ولحمته، فاضل اخر كوع من هنا. وهنا هنركب العلافات بعد ما اتاكدنا ان اغلب القفاص كلها على بدايه الحامل، حتى لو زاد 2 سم زي كده مش هيضر، ان العلافه كده كده هتجيبه. هنا احنا بنركب العلافات اهو. طبعا العلافه بتبقى 2 متر بزياده علشان ترتاح وتبيت على اختها.